اهلا بيكم في قناتي. هنعمل النهاردة مع بعض احلى والذ واطعم واهش كيك برتقال ممكن تاكلوه في حياتكم. هنعمل كيك البرتقال بتكات حلوة جدا، وهنعرف ازاي يطلع ناجح معانا بالشكل دوت ويكون طري وهش بالشكل ده. هنعرف اسرار كتير للكيك، وهنعرف خطوات واحدة بواحدة. هنعمله كله في الخلاط من غير خطوات كتير. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل كل حاجة في الخلاط زي ما اتفقنا. الخلاط بتاعي يكون مغسول ومتنشف كويس من غير اي نقطة مية. هنزل ب3 بيضات كده بدرجة حرارة المطبخ. ما ينفعش اطلع اي حاجة من التلاجة واستخدمها. هنزل باكت من الفانيليا كده بالشكل ده عشان الزفارة بتاعة البيض. وهنزل بمعلقتين من بشر البرتقال. بشر البرتقال بيدي الكيك البرتقال طعم حلو جدا. وهنزل بمعلقتين من التانك البرتقال برضو. وهنزل بنص كوباية من عصير البرتقال. ومعايا كوباية من اللبن، وكوباية ونص من السكر، وكوباية من الزيت. ده مقدار صينية 24 او قالب 24. هضربهم بقى مع بعض كويس، بس قبل ما اضرب هنزل بمعلقة صغيرة خالص من الخل. الخل بيساعد الكيكة ان هي تكون مرتفعة وهشة. هضربهم بقى كويس. نعيد المقادير بتاعتنا تاني: كوباية من الحليب، نص كوباية من عصير البرتقال، معلقتين من بشر البرتقال، معلقتين من التانك، 3 بيضات، كيس او باكت من الفانيليا، و وكوباية من الزيت، ومعلقة صغيرة من الخل، كوباية ونص من السكر. هضربهم بقى كويس جدا لحد ما يختلطوا كلهم ببعض. واهم حاجة اضربهم كويس لحد ما السكر يدوب تماما. كل حاجة كده تبقى في الخليط تكون مختلطة ببعض. يعني هضربهم لمدة 3 دقايق، 4 دقايق. اهم حاجة ان هما يتضربوا كويس. انا بفصل وبشغل اي اجهزة كهربائية موجودة عندنا. مينفعش نشغلها دايركت كده مرة واحدة. لازم نفصل ونشغل، نفصل ونشغل عشان نحافظ على عمر الموتور ونحافظ على عمر الجهاز. واحدة واحدة اللون بيفتح معانا. شايفين احنا اصلا عشان حاطين بشر برتقال وحاطين معلقتين صغيرين من التلج، اللون هيبقى اورنج شوية. معايا القالب بتاعي، هدهنه دهنة كده من الزيت، دهنة بسيطة خالص. برضو لازم يكون ناشف تماما. وهبقدره كده بحبة دقيق صغيرين. احط حبة دقيق كده وابطن بيهم القالب بالشكل ده. هغلفه كله بالدقيق. انا قبل ما ابدأ في اي حاجة
وولع الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما ابدأ في الكيك اصلا. لازم الفرن يكون سخن، مينفعش ادخله الفرن يكون ادخل الكيك والفرن يكون بارد. احط بقى 3 كوبايات من الدقيق، بس اهم حاجة ان انا انخلهم، ونفس الكوبايات اللي انا عايرت بيها المواد السائلة هعاير بيها برضو الدقيق. هستخدم كوباية معيارية، يبقى كل المقادير استخدم لها الكوبايات المعيارية. هستخدم مج الشاي يبقى هستخدم كله مج الشاي. هستخدم شوب يبقى كله يبقى نفس الشوب، هو نفس المقدار بتاع الحاجة اللي احنا هنعمل بيها، مينفعش استخدم كذا كوباية. هنخل بقى الدقيق بالشكل ده، 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق عليهم كوباية من اللبن، نص كوباية من عصير البرتقال، عليهم كوباية من الزيت. احنا بنعيد المقادير تاني مع بعض عشان تثبت اكتر. عليهم كوباية ونص من السكر، عليهم باكيت فانيليا، عليهم باكيت بيكنج باودر، عليهم معلقتين من تانك البرتقال، وممكن نستغنى عن الخطوة ديت. عليهم 3 بيضات، عليهم معلقة صغيرة من الخل. هنخلهم كويس، اهم حاجة ان انا انخلهم عشان ادخل الهوا فيهم. الهوا ده اللي بيخلي الكيك بتاعي هاش ويكون مفرغ كده، وما تكونش الكيكة بتاعتي مكتومة. خطوة النخل دي مهمة جدا، كل خطوة انا بقول عليها او بتكلم عليها مهمة جدا، ما ينفعش نستثنى منهم ولا اي خطوة. هنخلهم بقى بالشكل ده. هنخلي عليهم باكت من البيكنج باودر او كيك شيف، واحط ذرة ملح صغيرة خالص، يعني بصوا حاجة كده لا تذكر. وهندخلها معاهم. هفضي بس المصفى لو فيها اي شوائب او اي حاجة، وهرجع تاني انخل الدقيق بتاعي كذا مرة. هاخد حبة بحبة كده وانخلهم، لازم انخله كذا مرة عشان ادخل الهوا فيه. شايفين؟ اخد كده وانخل كذا مرة، واخد يعني احاول اخد من كل جنب شوية عشان مفضلش اخد من اللي انا خدتهم يعني تاني. كل جنب اخد منه كده بالمصفى او بالمنخل وانخلهم بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا، دي اللي بتخلي الكيك بتاعي هش. خلاص نخلتهم كذا مرة، ودخلت الهوا كده في الدقيق بالشكل ده. هلم بقى حاجتي والم مكاني. لازم وانا بعمل اي حاجة اقف في مكان نظيف ومكان يكون كويس عشان اقدر ان انا اطلع الحاجة بجودة كويسة. لازم اكون واقفة في مكان نظيف ومكان مفيهوش اي كركبة ولا اي مواعين ولا اي حاجة. الفكرة ده سبب من اسباب ان الحاجة تطلع كويسة وتطلع ناجحة، ان انا اكون واقفة في مكان رايق كده ومكان هادي. هنزل بالخليط بتاعي بقى السائل بالشكل دوت على الدقيق.
وهقلب كده بالراحة خالص بهدوء خالص في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفي تماما. اهم حاجة ان انا اقلب في اتجاه واحد وبكل هدوء وبالراحة خالص، عشان وانا بقلب انا عايزة الهوا يدخل في الكيك، فيكون في اتجاه واحد كده. ممكن ان انا استخدم المضرب اليدوي، بس انا حابة ان انا استخدم الاسباتيولا عشان بتجيب كل الدقيق اللي في الحروف واللي في القعر او في القاع بتاع البولة. فالاسباتيولا بتكون حلوة جدا في اختلاط الدقيق مع المواد السائلة. انا حبيت ان انا اعمل في الخلاط للناس اللي ما عندهاش عجان او الناس اللي ما عندهاش مضرب يدوي او مضرب كهربائي اي حاجة. طبعا كلنا عندنا الخلاط، فانا حبيت ان انا اعمل الوصفة بالخلاط عشان الناس اللي هي مش عندها الحاجات دي. يا رب تعجبكم الوصفة واكون قدرت ان انا افيدكم معلومات. هقلبها بقى كويس بالشكل ده كده، الدقيق بتاعي اختلط تماما. اهم حاجة لازم اجيب الحروف كده والقاع بتاع البولة. القالب بتاعنا اللي احنا دهنينه مع بعض اهو هنزل فيه بالخليط بالشكل ده. ده القوام بتاع الخليط. شايفين قوام الكيك حلو جدا، ولا تقيل ولا خفيف، يكون سايل كده بس ما يكونش سايل خالص، يكون كده بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. لو مشينا على المقادير بالظبط هيطلع معنا القوام دوت. شايفين الكيك لونه حلو جدا بسبب معلقتين التانك اللي احنا حطيناهم، بيدوا لون حلو جدا. طبعا الخطوة دي اختياري بس انا حطاهم عشان بيعزز اللون شوية، يعني بيخلي اللون اورنج شوية. ادخلها بقى في الفرن اللي احنا فاتحينه طبعا قبليها على درجة حرارة 180. مفتحش الفرن قبل نص ساعة. بعد ما طلعت وسبتها تبرد شوية هقطعها بقى معاكم عشان اوريكم النتيجة. شايفين النتيجة بتاعت الكيك حلوة جدا وهشة. شايفين بجد حلوة قوي وناجحة زي ما انتوا شايفين. بجد من احلى وصفات الكيك اللي ممكن تعملوها واطعم كيك ممكن تاكلوه. طبعا كلنا بنحب كيك البرتقال. حلو جدا. لو النهاردة مع بعض قالب كيك حلو جدا هش قوي وطري جدا بجد تحفة. هنعمل كيكة الماربل وكيكة الفانيليا وكيكة الشوكولات كل ده في قالب واحد بطريقة حلوة جدا. للناس اللي بتحب كيكة الشوكولات هتلاقي كيكة شوكولات، للناس اللي بتحب الفانيليا هتلاقي كيكة فانيليا، الناس اللي بتحب الكيك الماربل. بجد التلاتة في قالب واحد والتلاتة تحفة. هتعجبكم جدا. جربوا الطريقة ديت بنفس الخطوات ونفس المقادير ونفس الخطوات واحدة واحدة هتنجح معانا بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد.
معايا 5 كوبايات من الدقيق منخولين، و8 بيضات، و3 كوبايات من السكر، كوبايتين من الحليب، و2 باكت فانيليا، و2 باكت بيكنج باودر، وكوباية من الزيت، ونص كوباية من الكاكاو الخام. كل ده بنفس الكوباية، ايا كان كوباية معيارية او كوباية شاي او اي كوباية، هنستخدم نفس المعيار هو. هنزل بقى في العجين بتاعي ب8 بيضات، وهنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا، وهنزل ب3 كوبايات من السكر. كيكة الفانيليا دايما بتحب السكر بتاعها يكون فاتح عشان هي تكون لونها فاتح. لو السكر غامق الكيكة هتغمق معانا شوية. هنزل بمعلقة كبيرة كده من الخل. الخل مادة رافعة بتخلي الكيكة هشة وحلوة جدا. هبدأ اضرب بقى دول كده مع بعض لحد ما يعملولي خليط كريمي كده لونه فاتح، يعني قريب من اللون الاوف-وايت كده، يعني هو لونه اصفر او اورنج دلوقتي، فلونه هيفتح خالص، هيبقى لون كريمي خالص. المقدار اللي انا بعمله ده مقدار صينيتين. القالب اللي انا استخدمته قالب مقاس 30 في 40، ده مقدار صينيتين. لو احنا حابين ان احنا نعمل اقل في الكمية، هنخلي كل حاجة نصها، يعني نص المقادير اللي انا قلتها ديت عشان تعمل لنا صينية واحدة او قالب صغير. تمام. هو بدأ اللون يفتح معايا واحدة واحدة اهو. شايفين لونه بقى كريمي خالص ولونه فتحي جدا، والسكر طبعا داب. لازم السكر يدوب كويس. هنزل بقى بكوبايتين من الحليب بالشكل ده. هخلط بقى الحليب كده مع المكونات. واول ما الاقيهم اختلطوا مع بعض كويس، هنزل كده بالزيت واحدة واحدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت بكوباية الزيت دي، كوباية زيت كبيرة اللي هي 250 ملي، نفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الدقيق وعيرت بيها السكر وعيرت بيها كل حاجة. دي خطوة مهمة جدا. هجيب بقى الدقيق بتاعي، دول 5 كوبايات من الدقيق ومنخولين، اهم حاجة نخلهم كذا مرة. هنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا بالشكل ده، واخلطهم مع بعض كويس. لازم اخلط البيكنج باودر بالدقيق كويس عشان يكون الارتفاع بتاعي مظبوط، ما يكونش حتة عالية وحتة واطية في الكيك. الخطوات دي مهمة جدا، ما ينفعش نستغنى عن اي خطوة فيهم. اكيد لو الخطوات دي مش مهمة انا مش هعملها. ففي ناس بتستسهل وبتعمل اي حاجة في اي حاجة، بجد تعبهم بيروح على الفاضي، غير ان المكونات اللي بيستخدموها بتروح على الفاضي. طبعا انا اول ما انا بدأت اعمل في الكيك انا فتحت الفرن، دي خطوة مهمة جدا وناس كتيرة ان هي بتنساها. افتح الفرن لان الكيك لازم يدخل على درجة حرارة الفرن تكون 180. ما ينفعش الفرن يكون بارد وادخل الكيك. قلبت بقى الدقيق كويس وخلطت مع البيكنج باودر. هنزل بمعلقة معلقة بالشكل دوت. لازم انزل بالدقيق بالتدريج، ما ينفعش انزل بكمية الدقيق مرة واحدة، بالتدريج واحدة واحدة. كل خطوة بقولها مهمة جدا، ما ينفعش نستغنى عنها او نستثناها خالص. واحدة واحدة. اول ما يختفي هنزل بمعلقة تاني
لو احنا بنستخدم المضرب الكهرباء برضو هفصل المضرب وهنزل بشوية من الدقيق وبعد كده هضرب وبعد كده هنزل بشوية تاني برضو بالتدريج. ولو بنستخدم الخلاط نفس الحكاية، بس بلاش نحط الدقيق في الخلاط على المواد السايلة عشان ما يتقلش على الخلاط. هضرب المواد السايلة كلها في الخلاط وبعد كده هنزل بيها على المواد الجافة واقلب في اتجاه واحد. هنزل بقى بكمية الدقيق كلها بالشكل ده. مفيش حاجة هتخلي الكيك ما ينجحش لو احنا مشينا بنفس الخطوات واحنا شوفنا النتيجة بعينينا وكل حاجة قدام عينينا اهو. احنا ما عملناش اي حاجة من ورا الكاميرا، كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. هخلط بقى دي كويس لحد ما يختفي تماما مع المواد السائلة. اهم حاجة القالب اللي هستخدمه يكون قالب كبير 30 في 40 ودهنه بالزيت او بالسمنة. بس انا مش بحب ان انا استخدم سمنة او زبدة في الكيك لان هي بتخليها ما تبقاش هشة، في نفس الوقت بتبقى مكتومة كده ومش بتبقى بالارتفاع اللي انتوا شفتوه دوت. الزيت حلو جدا في الكيك لان بيخلي الارتفاع بتاعها حلو وبيخليها هشة جدا. هستخدم القالب 30 في 40. لو هنعمل نص الكمية هنعمل 2.5 كوباية من الدقيق، هنعمل باكيت واحد من فانيليا، باكيت واحد من البيكنج باودر، هنعمل نص كوباية من الزيت، هنعمل 4 بيضات. كل حاجة هتبقى نص الكمية بتاعتها، مش هعمل نفس الكمية ديت عشان ما تكونش كتير على الصينية. انا بأكد تاني عشان محدش يقع في الغلطة دي. ممكن نعملها في بايركس، ممكن نعملها في صينية مدورة، نعملها في اي حاجة. انا حبيت ان انا اعملها في قالب مربع او قالب مستطيل عشان انا عايزة ال3 الوان بالشكل ده. اخلط بقى دي كويس بالشكل ده. وهفتح العجان بالشكل ده. هحاول ان انا الم الجوانب كده عشان بيكون فيه دقيق وبيكون فيه حاجات بيضة كده من الدقيق وكده. المكونات كلها مختلطتش لان العجان مش بيجيب الحروف كويس. هبدأ ان انا اجيبها كده بالمعلقة او بسباتيولا الم كل دي دوت. انا عايزة دي يختفي تماما، مش عايزة يكون فيه دقيق باين. الخطوة دي برضو مهمة جدا. لقيت المعلقة ما نفعتش، هجيب الاسباتيولا اكبر واحسن وفي نفس الوقت بتلم كل حاجة موجودة في الجوانب بتاعة الحلة بتاعة العجين. هبدأ بقى ان انا اضربها تاني بعد ما خلاص جبت الجوانب وكل حاجة. دي فوطة انا مطبقاها بالشكل دوت، وده القالب انا دهناه. هبدأ ان انا احط في جنب واحد كده بالشكل دوت نص الكمية بتاعة الكيك. شايفين عاملة ازاي؟ نص الكمية بس. اهم حاجة ان انا ارفع القالب بتاعي بالشكل دوت عشان انا عايزة الكيك بتاعي الفانيليا يكون في جنب واحد. هضيف بقى نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية بما يعادل 5 معالق كبار من الكاكاو الخام.
هنا العجان وقع بس الحمد لله ما حصلش حاجة. هخلط كده الكاكاو مع الكيك بتاعي. طبعا القوام تقيل لان احنا حطينا مواد جافة على المادة السائلة، فبالتالي لازم هتتقل معايا. فهنزل بفنجان صغير من الحليب، هو تلت كوباية بالظبط، وعلى حسب لو لسه تقيل معانا ممكن نزود لبن تاني. هنضربه ضربة بسيطة خالص في العجان، وممكن نعمله بايدينا، مش صعب خالص، هو بس يدوبك هندوب الكاكاو مع الكيك بتاعي. نخلطهم بقى مع بعض كويس، مش كتير بجد، هما 30 ثانية 15 ثانية حاجة كده، ما نعديش الدقيقة يعني، حاجة بسيطة خالص. طبعا انا هنا بسرع، بس هما دابهم كويس مع بعض واختلطوا تماما. شايفين كوباية تلت كوباية اللبن او فنجان اللبن خلى القوام رجع زي ما هو تاني سايل. هنزل بقى بالنص التاني كده بالكيكة الشوكولات، بجد حلوة قوي. لو في حد بيحب الشوكولات اكتر ممكن نزود الشوكولات، لو في حد بيحب الفانيليا اكتر نزود الفانيليا، على حسب. انا عامله النص ده قد النص دوت. لو احنا حابين الفانيليا اكتر ممكن نزود الفانيليا ونحط نص مش النص، اقل بقى من النص كاكاو. لو احنا حابين النص بالنص زي ما انا عامله كده، هنقسم النص بالظبط. لو احنا حابين الشوكولات اكتر هناخد الشوية اللي هو بالفانيليا اقل من الشوية اللي هما بالشوكولات او بالكاكاو. انزل بقى بالكمية دي واسويها كده بالشكل ده. بجد حلوة جدا، والاطفال هيحبوها قوي لان الاطفال بيحبوا الشوكولات وبيحبوا كيكة الشوكولات جدا، فهيحبوها جدا. ممكن نعمل بقى صوص من الشوكولات ونحطه على وش كيكة الشوكولات، بتبقى احلى واحلى. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ همسح بقى حروف الصينية عشان ما تتحرقش مني في الفرن. طبعا الفرن متولع على درجة حرارة 180. همسح الصينية او القالب كده بالشكل ده وانضفه كويس. شايفين شكلها بقى حلو جدا، وطعمها كان تحفة بجد والله، طعمها كان حلو جدا. احطها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. وطبعا الفرن كان مولع مسبقا. بالظبط هتاخد ساعة و10 دقايق على حسب الفرن بتاعنا برضو. هبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده، هقطعها كده بالطول عشان اخلي الفانيليا لوحدها والشوكولات لوحده، واخلي الماربل في النص. اقطعها شرايح رفيعة كده، بجد بتبقى شكلها حلو جدا وبيبقى طعمها حلو جدا، وبتبقى خفيفة كده وهشة. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ بجد حلوة جدا ومغذية جدا لان فيها بيض ولبن، بجد حلوة قوي. ياريت نعملها للاطفال للفطار.
بدل الكيكات الجاهزة والحاجات الجاهزة هيحبوها جدا. شايفين طرية وهشة ازاي؟ بجد حلو قوي. طبعا ممكن نحتفظ بيها بالفريزر ونطلعها قبل الاكل بحبة صغيرين تفك، وبعد كده نستخدمها. ممكن نحطها في الميكروويف لو الكمية كتير علينا، ممكن نحتفظ بيها في الفريزر ونطلعها عند الفطار او عند العشاء. بجد حلوة قوي مع كوباية شاي بلبن في الفطار، بتبقى حاجة كده تحفة. شايفين شكل القالب كمان حلو جدا. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لايك للفيديو عشان يوصل، ومتنسوش تعملوا. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة حلوة جدا، كيك الكريم كراميل، بطريقة سهلة خالص وبسيطة وبشكله اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكله حلو قوي وهش ازاي، وشكله بجد هيعجبكم، طعمه كمان هيعجبكم اكتر. ما تنسوش بقى السبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، ويجيلكوا اشعار بكل فيديو انزله. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا معايا الخلاط بتاعي، هنزل فيه بالعبوه اللي هي بتاعه الكريم كراميل، بس مش الصوص بتاع الكريم كراميل، لا انا هنزل بالعبوه بس اللي هي البودر بالشكل دوت. وهنزل بكوبايه من الزيت، الكوبايه اللي انا هعير بيها كل المكونات. وهنزل بكوبايه كده من الحليب، كوبايه من السكر، ونص معلقه صغيره من الفانيليا او 2 باكت فانيليا. هضربهم بقى مع بعض بالشكل دوت. واحده واحده هيتقل معايا القوام بتاعها هيبقى تقيل جدا، هيبقى عامل زي القوام الكريمي كده. هبدأ لون القوام بتاعها يفتح كمان معايا كده. خلاص تقل معايا. اهم حاجه ان انا اضربه كويس عشان السكر يدوب ويصبح الصوص طعمه حلو، والسكر ما يبقاش كده يبان في بقي. اهو شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، قوام كده كريمي. هاخد بقى كوبايه من الصوص دوت، عامله بيه الكوبايه بالشكل دوت. ده اللي انا هحطه على الوش بتاع الكيك بتاعي. خلاص انا مليت كده كوبايه. وصفة سهلة جدا وبسيطة، وبكوباية دقيق واحدة عملت احلى كيكة كريم كراميل. بجد هتعجبكم قوي. همسح بقى الكوباية بتاعتي عشان اقدر ان انا اشيلها في التلاجة، ما تبهدليش التلاجة. اشيلها في التلاجة لحد ما اخلص باقي الوصفة. جبت باقي الخليط بتاعي اهوت، هحطه تاني في الخلاط. وهنزل عليه ب2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ. كل المكونات تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش اخرج اي حاجة من التلاجة. معلقة خل صغيرة خالص عشان الزفارة بتاعة البيض، وبتساعدني برضو في الارتفاع. وده باكت من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة خالص. اضرب بقى الخليط بتاعي هيظبط معايا بقى خفيف، القوام بتاعه خفيف مش زي اللي كان موجود الاول. البيض طبعا هيطيله معايا خالص.
بقى الخلاط واشغله واقفله واشغله، مش هينفع ان انا اشغله دايركت مرة واحدة عشان احافظ على الاجهزة بتاعتي. دايما لما اجي اشغل اي جهاز ما شغلهوش دايركت مرة واحدة دقيقة او دقيقتين او ايا كان المدة، لا بشغل وافصل بشغل وافصل عشان احافظ على عمره اطول فترة. كده خلاص ضربته اهوت. هنزل بقى الخليط بتاعي في بولة كده بالشكل ده. شايفين القوام بتاعه خفيف خالص، عامل زي قوام الكيك العادي خالص. هجيب بقى كوباية من الدقيق هنخلها، لازم ان انا ندخلها عشان ادخل الهواء كده في الكيك عشان تبقى هشة. هبعد كده الاسباتيولا ديت عشان الدقيق بينزل عليها. هنزل بقى بمعلقتين من النشا، معلقتين كبار من النشا بتخليها هشة وحلوة قوي. وهنزل باتنين برضو معلقة من اتنين معلقة صغيرة من البيكنج باودر او معلقة كبيرة، بمعدل 60 جرام، يعني هو ممكن يبقى كيس. هقلبها بقى في اتجاه واحد بالشكل دوت. انا بقلب الاسباتيولا عادي خالص، الاسباتيولا كمان احسن من المضرب لان هي بتقلب الدقيق كويس وبتجيب الحروف وكده، فبتساعد ان الدقيق يختفي كويس تماما. لان في اوقات لما بيبقى بنضرب بالمضرب وكده بيبقى في دقيق في القاع بتاع البولة، فالاسباتيولا احسن. وبعدين انا بجرب كل حاجة كل فيديو بعمله بطريقة وشكل عشان الناس اللي مش عندها الامكانيات بتاعة المضرب وكده، لا عادي باي معلقة باي اسباتيولا باي حاجة خالص ممكن ان احنا نعمل. هضربها كويس في اتجاه واحد، مش هينفع ان انا اقلب في كذا اتجاه، لازم في اتجاه واحد بس. كده خلاص خلص معايا الكيك. هجيب بقى القالب دوت او اي قالب عندكم موجود. انا القالب دوت خلالي نفس السمك اللي انتوا شفتوه. لو انتوا حابين ان السمك يكون اقل ممكن ان انا اكبر القالب شوية، بس انا حابة السمك دوت بتاع الكيك. هدهنه بقى بالزيت بالشكل دوت. على فكرة الكيك مش بيلزق خالص، نوع الكيك ده مش بيلزق، بس برضو انا بحب ان انا احط ورق زبدة بالشكل دوت علشان يسهل معايا الخروج بتاع الكيك. انا حطيت بقى ورقة من الزبدة كده وهدهن تاني زيت. حاجة بسيطة خالص كده بالفرشة. واهم حاجة ان انا اظبط الورقة بتاعتي عشان الكيكة تطلع مظبوطة. لو الورقة مكرمشة او شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وما عدلتهاش الكيكة هتطلع مش مظبوطة خالص. هبدأ بقى ان انا اسوي الورقة بتاعتي. لو حابين ان انتوا تقصوا زيادة ده ممكن انكم تقصوه، بس انا عادي سبته طالما مسويه كويس خلاص. هنزل بقى بالخليط بتاعي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ قوام الكيك العادي خالص، ده القوام المطلوب او اللي احنا محتاجينه. هنزل بقى بكل الكمية.
هسويها كويس كده في القالب. لازم كلها تكون سوا واحد. كده استويتها كويس. هخبطها كده بالشكل ده عشان تتسوى اكتر وما تطلعليش كده حتة عالية من النص، تبقى كلها سوا واحد زي ما انتم شايفين. اصلا فقاعات الهواء باينة فيها ان هي كده مظبوطة. دخلتها بقى على درجة حرارة 160 لمدة 15 دقيقة، وبقيت اتابعها. هي قعدت بالظبط 20 دقيقة. سبتها ان هي تبرد بقى شوية، وهبدأ ان انا اشيل الورق منها بالشكل ده. شايفين لونها عامل ازاي والسوا بتاعها عامل ازاي؟ بجد تحفة. جربوها جدا، جربوها تعجبكم جدا. شايفين لونها؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ السوا بتاعها من تحت ومن فوق حلو قوي. ده كمان من تحت، وانتوا شفتوها كمان من فوق. بجد حلوة قوي. جبت بقى الصوص بتاعي اللي كان في التلاجة، هبدأ ان انا اوزعه كده. الصوص ده طعمه حلو قوي. هفرده كده عليها بالشكل ده واوزعه كويس. هو بالظبط هيجي على قدها، المقادير مظبوطة بالملي. هسويها كده بالشكل دوت. كده خلاص فردتها. ده بقى الكيس بتاع الصوص كراميل اللي هو بيجي في العبوة نفسها، ما بيجي مع الباكت. هوزعه بالشكل دوت. هعمل خطوط رفيعة خالص بالطول، وهرجع اعملها كده بالعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ده بيدي شكل حلو قوي، وبيدي طعم كمان، وبيفرق في الطعم جدا. كده خلاص اهوت. عملته بالشكل العشوائي اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى اللي هي الخلة ديت، او بأي حاجة لو الخلة مش موجودة، بظهر معلقة، بأي حاجة اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هفضل رايحة جاية كده بالشكل ده. كده خلاص جهزت معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هبدأ ان انا اقطعها بقى كده من النص، وبعد كده اقطعها بقى الحجم اللي انا عايزاه كده بالطول بالشكل ده. كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى ان هي تعجبكم. جربوها، قولوا لي رايكم في التعليقات. بجد هتعجبكم قوي. شايفين بقى شكلها بقى عامل ازاي؟
شكلها حلو قوي، وكمان السمك بتاعها حلو مفرغة ازاي، وشكلها عامل زي قطعة الجاتو بالظبط، او قطعة النايتي اللي هو بتاع زمان دوت. بس بجد طعمها حلو قوي. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. هبدأ بقى ان انا اغرفها بالشكل ده. هي شكلها اصلا حلو قوي، ايا كان الشكل اللي هي هتترصي بيه في الطبق او في السرفيز، هي شكلها تحفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما خدتش مني وقت خالص، مدة السوا بتاعها قليل جدا. اتمنى ان تعجبكم. ما تنسوش بقى السبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ويجيلكوا اشعار بكل مرة تشوفوني. اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس. هنعمل بقى الجاتو بتاع المحلات الكبيرة بطريقة سهلة خالص وبسيطة وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو اول مرة تدخلوا تعملوا الجاتو هتعملوه بالنتيجة ديت، ان شاء الله باذن الله هيظبط معاكم وهيطلع بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ويمكن احلى كمان. ما تنسوش بقى السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع بعض نشوف هنعمل. انا معايا العجان او ممكن استخدم مضرب او ممكن استخدم الخلاط. هحط فيه 12 بيضة و2 باكت من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل وكوبايتين من السكر وكوباية مية كبيرة 240 ملي ونص كوباية من النشا او 5 معالق بالظبط من معلقة الاكل. وهحط معلقة صغننة من البيكنج باودر وهحط 3 كوبايات دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط 3 كوبايات دقيق ومعلقتين، وده كيس اللي هو محسن الكيك الجل، هو 60 ملي هحطه كله. ده بيتباع في اي مكان بيبيع حاجات الحلويات، اللي هو المحلات بتاعت مستحضرات الحلواني. هقلب بقى الخليط بتاعي كده عشان لما اشغل العجان بتاعي ما يبهدليش المكان ويبهدل المطبخ. فانا هخلطهم كده ببعض. هبدأ بقى ان انا اشغل العجان بتاعي. ممكن ان انا اعمله بالمضرب الكهرباء عادي، هياخد بالعجان اقل من 10 دقايق. بالمضرب ممكن ياخد 12 دقيقة. ممكن ان انا استخدم الخلاط. فهفضل بقى اضرب لحد ما يظهر معايا القوام دوت. شايفين شكله عامل ازاي؟ متضاعف طبعا حجمه ولونه بقى ابيض ازاي. طبعا اللي وصلني للنتيجة ديت المحسن الكيك الجل. ما ينفعش ان انا اعمل بحاجة تاني بديلة ليه، لان هو اللي هيوصلني للقوام اللي انا عايزاه دلوقتي ده. هجيب بقى 3 اطباق او 3 بولات او اي حاجة. هقسم بقى الخليط بتاعي على 3. لازم يكون ال3 متساويين. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، ممكن ان احنا نستخدمها كمشروع، ممكن ان احنا نستخدمها في حاجات كتيرة. في ناس كتير بتحب تعمل مشاريع من البيت وكده. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله وتقدروا انكم تعملوا حاجة زي كده وتعملوها مشروع. هنزل بقى جبت الصاج بتاعي دوت 30 في 40. هنزل باول كمية معايا اهي بالشكل ده. احط الاول ورقة زبدة بس مش هدهنها اي حاجة خالص،
ولا هدهن الصاج. انا هحط بس ورقة الزبدة بالشكل ده وهنزل عليها بالخليط، وهبدأ ان انا اوزعه كويس من الجناب. مينفعش اسيب الجناب فاضية او خفيفة او كده، ولازم كله يبقى سوا واحد عشان قطعة الجاتوه بتاعتي ما تبقاش مايلة او تبقى حتة عالية وحتة واطية. فانا هظبطه بقى على قد ما اقدر، لان هو مش هيتفرد معايا في الفرن، فلازم انا اظبطه كده بالسباتيولا كويس، واحط الجناب كده شايفين بالشكل ده. طريقة سهلة خالص وبسيطة، نقدر ان احنا نعملها في اي وقت في اي مناسبة. كده خلاص، ادخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية. اهم حاجة درجة الحرارة تكون عالية جدا، من 230 ل220 حاجة زي كده، ما تقلش عن كده. احطها لمدة 12 دقيقة بالظبط على حسب الفرن كمان بتاعكم. هطلعها بالشكل ده وهسيب الورق زي ما هو، بس اهم حاجة اغطيها على طول بفوطة اول ما تطلع. هنزل بقى بالكمية التانية، حطيت ورق زبدة جديد، وبعد كده حطيت الكمية التانية بقى وهفردها بالشكل ده. اهم حاجة ان انا اسويها كده زي ما قلتلكوا. وافرد الورقة عشان الكيك او السبونج بتاعي يطلع مظبوط. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفة بجد، حاجة كده تحفة. بعد السوا كمان بيديني الطعم القطني دوت، حاجة كده خيال. جربوها يعجبكم اوي والله. هظبط بقى الصاج بتاعي بالشكل ده، ودخلته برضو الفرن. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ لمدة 12 دقيقة في درجة حرارة عالية. ادي معايا تالت كمية اهي. لو احنا عندنا 3 سجان، ممكن ان انا احط في 3 سجان مرة واحدة وافردهم وادخلهم مرة واحدة. انا ما عنديش غير هو صاج واحد نفس المقاس، فانا اضطريت ان انا عشان اطلع الكمية كلها نفس المقاس او 3 طبقات نفس المقاس ان انا اعملهم كلهم في صاج واحد. لو احنا عندنا اكتر من صاج ممكن ان احنا نعملهم كلهم مع بعض. هظبط بقى الصاج بتاعي بالشكل ده. وهدخله برضو الفرن. كده خلاص الكمية بتاعتي اتعملت، عملت 3 سجان اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو هغطيها كده بفوطة نظيفة، وهسيبها لحد تاني يوم الصبح، يعني ليلة كاملة. بعد كده بقى معايا 4 كوبايات من كريمة الخفق. ممكن ان انا استبدلها بكريم شانتيه لو حابين ان احنا نعمله بكريم شانتيه عادي. لو حابين ان احنا نعمل مشروع مش عايزين نكلف نفسينا زيادة عن اللزوم، ممكن نستبدله بكريم شانتيه. خلاص هضربها بقى كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تتضاعف حجمها كده معايا وتتقل وتديني قوام سميك شوية. طبعا احنا منزلينها سايلة زي ما انتوا شايفين. واحدة واحدة القوام بتاعها هيتضاعف وهيتقل. هعلي بقى السرعة. ممكن نضربها في الخلاط، ممكن نضربها بهاند بلندر، ممكن نضربها في اي حاجة، مش شرط يكون مضرب. ممكن بالمضرب اليدوي.
شايفين بدأت ان هي تتقل اهي. خلاص ادتني القوام دوت كده، اختلطت معايا كويس. ولو انتوا حسيتوا ان هي عايزة سكر ممكن تزودوا لها سكر بودر. لو انتوا حبيتوا الطعم ده خلاص. معايا بقى هنا فراولة قطعتها مكعبات صغيرة، بس هي الكاميرا مكانتش جايبة الحتة الاولى. بقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مكعبات صغيرة خالص. ادي الكيك بتاعي لما قعد تاني يوم. بص هو فصل لوحده عن الورق وطري جدا وهش، بجد عامل زي القطن. امسكه بالراحة خالص وامسكه برفق جدا، لان هو مش هينفع ان انا اتعامل معاه بعنف، لان هو مش هيستحمل. هبدأ بقى ان انا اقشر الوش بتاعه ده. هو لو قعد لتاني يوم بيبقى طري خالص اوريدي، مش بيبقى محتاج اي حاجة. شايفين بايديا بكل سهولة بيطلع. هطلعه بقى بالشكل دوت. طبعا في الصينية كده عشان ما بهدلش المكان. الحتة اللي هي ممكن ما تطلعش معايا ممكن ان انا اعملها كده بس بالسكينة، وارجع تاني ان انا اعملها بايديا. شايفين بكل سهولة بتطلع الطبقة دي. لازم ان انا اشيلها، مهم جدا ان انا اشيلها عشان مش هيثبت عليها الكريمة او الحاجة اللي انا ايا كان هو اللي انا هحشي بيه، كريم شانتيه او الكريمة او اي حاجة. فلازم ان انا اشيلها عشان مش هتمسك معايا. دي التانية اهي. بص بكل سهولة في ثانية كنت خلصت كل اللي عليها. وادي التالتة اهي اللي كنا سايبينها في الصاج. شايفين لما قعدت تاني يوم بجد بتبقى تحفة. ممكن ان انا اسيبها ساعتين تلاتة، بس الاحسن ان انا بيتها ليلة. كده خلاص خلصت معايا بالشكل ده. بص بكل سهولة طلعت. اجيب بقى الصاج بتاعي واقلبه بالشكل دوت، واحط حتة صغيرة كده من الكريمة عشان تثبت معايا. وده سيرم او اللي هو الشربات بتاع الحلويات او اي حاجة عندنا، اللي هو بنسقي بيه الحلويات والحاجات ديت، البسبوسة والكنافة، الحاجات دي يعني اللي هي بقى السيرم. هرش منه رشة كده وهنزل بقى بكمية من الكريمة كده زي ما انتوا شايفين. وهسويها كويس كده. واخد بقى الفراولة بتاعتي واوزعها بالشكل ده. طبعا انا مقطعاها قطع صغيرة خالص عشان كلها تكون نفس السوا. احط الفراولة بالشكل ده. ممكن ان انا احط اي حشوة اللي تعجبني. بعد كده هحط كمية تاني من الكريمة، لان انا لو انا محطتش كمية تاني من الكريمة القطعة التانية من السبونج مش هتثبت. فانا حطيت الكريمة عشان تثبت الفراولة وتثبت كمان عليها القطعة التانية او الطبقة التانية. حطيت الطبقة التانية اهي وهسقيها برضو بالسيرم. واحط الكريمة بقى بالشكل ده. وهوزع برضو فراولة تاني.
زي ما اتفقنا، لو مش حابين الفراولة ممكن نحط اي حشوة تاني اللي تفضلوه. واحط طبقة تاني بقى من الكريمة. احط الطبقة التالتة بالشكل ده. واحط بقى الكمية التانية من الكريمة. وهسيب بقى كريمة تاني عشان الجناش. لو انتوا حابين انكوا تجرنشوا بالكريمة، نسيب شوية لكيس الحلواني. احط بقى طبقة كده من الكريمة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة اسويها كويس. كده خلاص اتظبطت معايا. هجيب بقى السكينة المشرشرة ديت، وهبدأ ان انا هقطع، بس مش هقطع كده وهمشي بالسكينة، لأ، هنشر اكني بنشرها. شايفين؟ واحط السكينة في مية سخنة مغلية، وابدأ ان انا انشر عشان تطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لازم ان انا احطها في مية مغلية وارجع ان انا احطها تاني، يعني املأ كوباية او املأ حاجة وابدأ ان انا احطها فيها واقطع. ده الملمع الجل. بيتجاب برضو من عند المحلات بتاعت مستخدمات الحلواني، موجود في اي مكان. دوت الجل في منه بالفراولة وفي منه اشكال تاني، بس ده الجل الشفاف، ده الملمع، ده جل تلميع. هلمع بيه الجاتو بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيديله لمعة حلوة جدا وبيديله طعم كمان. كده خلاص هبدأ بقى ان انا اقطعها لثلاث قطع متساويين زي ما انتوا شايفين كده. حاول ان انا ابص بعيني واللي هو اظبطهم زي بعض بالظبط. القطعة منهم هقسمها لخمس قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني انا هقطعها بالعرض 2 عشان تديني 3 قطع. وبعد كده ال3 قطع دول هبدأ ان انا اقطعهم بالعرض برضو 5 قطع. هجيب بقى كيس الحلواني واعمل بقى الشكل اللي يعجبني. اكيد انتوا هتعملوا اشكال احلى من اللي انا عملتها كتير. ده صوص ده صوص فراولة. ممكن احنا نحط صوص اي حاجة تاني. شايفين هو بيدي شكل حلو قوي وطعمه كمان حلو جدا، وفيه نسبة مزازة كده بتخلي طعم الجاتو حلو قوي. هنا بقى هحط كمية كده من الصوص عشان عايزة ان انا افردها واغير اللون، لان انا عايزة اعمل كذا شكل. طبعا الاشكال دي على حسب ما تحبوا او على حسب كل واحد وذوقه كده. كده حطيتها بالشكل دوت وخليتها اللون دوت بشكل عشوائي كده. وهبدأ ان انا برضو اقسمها ل5 قطع. الكمية دي عملت معايا 15 قطعة. هبدأ بقى ان انا اعملها كده بكيس الحلواني. ودي شوكليت شيبس. بجد بيبقى شكلها حلو قوي وطعمها كمان حلو. ممكن ان انا اجرنش بيها كده. في منها اشكال كتير قوي والوان كتير. هقطع بقى القطعة الاخيرة برضو ال5. احاول بعيني كده اقطع القطع متساوية. واحط الفراولة بالشكل ده. دول انا جبت الفراولة وقطعتها كده بالطول وخدت الاتنين اللي في النص، عملتهم كده بيدوني شكل كأن جناحات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها بيبقى حلو قوي.
هنا حطيت فراولية بحالها. بصوا اللي انتوا عايزينه اعملوه، ابدعوا بقى. هحط برضو شوكولات شيبسي بالشكل ده. ده بقى الملمع الجل. هبدأ ان انا المع بيه الفراولات بتاعتي عشان ما تتبلش او شكلها ما يبقاش حلو، فبيديها لمعة حلوة قوي، وفي نفس الوقت بيحافظ كمان على مدة آه، الوقت بتاعها، يعني المدة بتاعتها تكون اطول. كده خلاص خلصت الكمية. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ بجد تحفة. جربوه وقولوا لي رأيكم ايه. ان شاء الله هيعجبكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه روعة. الكيك بتاعه قطني قوي وتحسوا ان انتوا بتاكلوا جاتوه ناعم كده. بجد حلو قوي. اتمنى انه يعجبكم. ما تنسوش بقى السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا وصفات اكتر، ويوصلكوا معلومات اكتر وتستفادوا معايا. 3 طبقات لعشاق الشوكولات بطريقة حلوة جدا، وبشكل كمان مميز، بطعم الجاتوه او الموس، وطرية كده زي ما انتم شايفين، جوسي خالص. طعمها يعجبكم جدا، متاخدش اي وقت خالص. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. معايا الخلاط بتاعي، احط فيه كوباية من السكر، و3 بيضات، وباكت فانيليا، وكوباية من الحليب، ونص كوباية من الزيت. هضربهم بقى مع بعض كويس لمدة 3 دقايق لحد ما السكر يدوب، واضمن ان الخليط كده اندمج مع بعض. معايا بولة، كوباية ونص من الدقيق، ومعلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقة كبيرة من بيكنج باودر. اهم حاجة ان انا انخلها عشان اطلع الهوا منه او ادخل هوا في الدقيق. هنخل بقى كوباية ونص دقيق كده. المرحلة بتاعة النخل ديت مهمة جدا، هي اللي بتخلي لي الكيكة هشة. هنخل كمان البيكنج باودر ومعلقتين الكاكاو. هخلط بقى المكونات ببعض. كده اختلطوا تمام معايا. هنزل بالخليط بتاعي، هجيب بس الحروف كده وهقلبه من تحت، عشان ما يبقاش متركز معايا دي تحت. هجيب بقى المضرب واقلبه كله في اتجاه واحد بالشكل ده. لازم ان انا اجيب العجينة كلها في اتجاه واحد، ما ينفعش ان انا اقلب يمين وشمال، لا، طالما بدأت بالاتجاه اليمين اعمل كله في الاتجاه اليمين بالشكل ده كده. معايا بقى بايركس او طاجن او اي حاجة تفضلوها، مدهون زيت ومتبدر كده بالكاكاو. هنزل بالخليط بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهوزع الخليط كويس عشان ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية، يبقى كله في نفس المستوى. بس كده خلاص خلص معايا. همسح الحروف
عشان ما تتحرقش مني في الفرن، وادخله في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 25 دقيقة. كده خرجت من الفرن. اهم حاجة ان انا اسيبها تبرد تماما، واجيب الخلة ديت او لو بتاعت الشيش طاووق، واخرمها كده اخرام عشوائية بالشكل ده. ومعايا كوباية من اللبن، هسقي كده الكيكة بتاعتي باللبن عشان تطرى، واللبن بيديها نكهة حلوة جدا. هنعمل بقى هنا معايا 2.5 معلقة كبار من الكاكاو، عليهم ربع كوباية من المية. هخلطهم مع بعض كويس جدا واضمن ان هم اختلطوا ببعض. كده احنا بنعمل الطبقة التانية اللي هي طبقة الكريمة. كده خلاص اختلطوا ببعض وادوني القوام دوت. معايا بقى كوباية كبيرة من الكريم شانتيه، وعليها كوباية مية مثلجة. هخلطهم بس ببعض عشان لما اشغل المضرب ما يعفرليش الدنيا ويبهدل الدنيا كده بالبودر. كده اختلطوا ببعض. هبدأ بقى ان انا اضرب الكريم شانتيه كده بالمضرب الكهربائي او بالخلاط او بهاند بلندر او اي حاجة متوفرة عندنا، ممكن بالمضرب اليدوي كمان، مفيش اي مشكلة، ما نوقفش. هضرب بقى لحد ما يديني القوام اللي انا محتاجاه. اهو بدأ يتقل معايا اهو. لو اول مرة تشوفوني لايك وشير، ومتنسوش الاشتراك للصفحة. كده خلاص اتضرب معايا. هنزل بقى بالصوص اللي احنا عملناه دوت، الكاكاو بالمية. ما اقدرش ان انا احط الكاكاو كده بودر هيكلكع مني، فلازم ادوبه كده بالمية. بعد كده انزل بيه على الكريم شانتيه بتاعي واخلطهم مع بعض كويس. هجيب الاطراف كده عشان كله يبقى نفس اللون. كده خلاص خلص معايا الطبقة التانية. شايفين القوام بتاعه وشكله واللمعة بتاعته عاملة ازاي؟ ادي الكيكة بتاعتي. هبدأ ان انا اوزع عليها بقى الكريمة. هبدأ ان انا افردها كده بالتساوي، انا عايزاها كلها متساوية عشان الطبقة بتاعتي تبقى متساوية كده فوق الكيكة، عشان يبقى كل طبقة لو كانت متساوية هيديني الشكل النهائي احلى.
واضغط كده بايدي عشان الهواء اللي بيبقى في الكريم شانتيه وبين الكيكة والكريمة، فانا لازم اضغط كده عشان اضمن ان هي اتكبست كده الاتنين في بعض. اوزعها كويس بالاسباتيولا بالشكل ده. بجيب اي حاجة كده احاول ان انا اسوي بيها. بتفرق جدا ان انا اخليها كلها سوا واحد كده، بتفرق في الشكل وبتفرق في كل حاجة، متبقاش ملخبطة في بعض وحتة طالعة وحتة نازلة، لا هيبان التلات طبقات كده هيبانوا بشكل متناسق. هنا لقيت الحتة واطية شوية فزودت عليها حتة كده، خلاص خلصت معايا واتسوت معايا بالشكل ده. همسح بقى الأطراف عشان شكلها يبقى حلو. كده احطها بقى في الفريزر عقبال ما اعمل الطبقة التالتة. هنا معايا نص كوباية من السكر، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الكاكاو، ونص كوباية من الزيت، وباكت من الفانيليا. ده كله على البارد، هخلطهم كويس جدا على البارد قبل ما ارفعهم على النار. لازم ادوبهم كويس. ارفعهم بقى على النار بالشكل ده. هسيب بقى الصوص بتاعي يغلي. بعد الغليان بدقيقة واحدة هطفي عليه. بعد ما طفيت عليه معايا قطعة كده من الشوكولات، اي نوع شوكولات تفضلوه، بس الشوكولات بيعزز الطعم وبيخلي الطعم احلى. هدوب كده الشوكولات مع الصوص، احطها بقى في بولة واسيبها ان هي تبرد تماما، او تكون دافية كده بس مش اللي هي تتماسك، لا تبرد عشان لما تنزل على الكريم شانتيه ما تسيحوش او تخليه يطرى معايا. انا عايزاه يفضل محتفظ بالسمك بتاعه. شايفين هي بردت كده، وانا حطيتها كمان على الطبقة التالتة اهي، حطيتها على الكريمة بتاعتي. هبدأ ان انا اسويها كده. كده خلصت معايا. هسيبها بقى في الفريزر 10 دقايق. انا هنا استعجلت عليها شوية. هقطعها بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي والتلات طبقات عاملين ازاي، والطعم بقى روعة. جربوها تعجبكم جدا.
لو جايلكوا ضيوف او جايلكوا حد، شكلها بيبقى حلو جدا ومشرف جدا. شايفين؟ وحلوة كمان للأطفال، بدل الهوز والحاجات الجاهزة ديت اللي فيها مواد حافظة، لو ما يحبوها جدا. ادي الشكل بعد التقديم، شكلها تحفة جدا، والتلات طبقات متماسكين، والطعم كمان خيال، بتدوب في البق. هي دايبة اصلا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والتفاصيل بتاعتها حلوة قوي. شايفين؟ اتمنى تكون عجبتكم، واستنى انكم تجربوها وتقولولي رأيكم. لو استفدتوا مني، لايك وشير على قناة مطبخ دودي عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكوا زغرطة من قناتي كل ما انزل فيديو. باي باي.